ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بالنسبة للوصفة ديال اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكيكة اللي كتجي منعشة بالكريمة ديال البرتقال. تحضروها للفطور ديال العيد ان شاء الله، وتبقى عندكم مقادير في اي وقت تقدروا تحضروها. بالنسبة لهاد الكيكة كنديروها في المول العجيب. كنحتاجوا ليها كناخذوا اناء تنوضعوا فيه 4 البيضات يكونوا كبار بحرارة المطبخ يكونوا دافين. عندنا كاس ديال السكر الا واحد تنقصوا واحد اصبع تقريبا، ما تعمروش الكاس وكيبقى السكر على حساب الذوق. كاس العنبه وجوج ساشيات الفاني وواحد رشه الملح. كنطربوا هاد المكونات جيدا بحال الشكل ديال الجينواز، حتى كيتضاعف الحجم ديالو من 10 دقائق حتى ل 4 ساعات وانتم كطربوا. كنضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت على شكل خيط، كنديروها بالتدريج مع التحراك بطبيعه الحال. اخر حاجه كنضيفوا ما فيهاش المكونات بزاف، ما فيها لا دانون لا حليب لا والو. كنضيفوا الطحين. بالنسبه للطحين عندنا كنديروا كاس ديال العنبه عامر وكنضيفوا واحد الربع. المهم في المجموع عندنا كاس وربع ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كنغربلوه شي 2 مرات تقريبا حتى 3، وكنضيفوا في الاخر 2 ساشيات ديال خميره الحلوى هي مغربله. هاد الكيكه راه كنقول لكم على شكل جينواز، كتخدموها مزيان في الاول، من بعد كديروا ملي كديروا الطحين ما كديروش الطراب، كديروها بالفوي ولا سباتول من الاسفل الى الاعلى بحال الطريقه اللي واضحه في الفيديو. صافي كنكملوا الكميه ديال الدقيق اللي كتبقات عندنا كما كتشوفوا، راه من الاسفل الى الاعلى اتجاه واحد. تناخذوا المول العجيب اللي فيه ديك الحفيره، كنكون دهنتو ديجا بالزبده مزيان ورشيتو بالدقيق ودرتو في المجمد. دابا غندوزو للكريمه ديال البرتقال. بالنسبه للكريمه كنحتاجو فيها النشا اللي هي مايزينا، كنحتاجو 3 ديال المعالق كبار مع 2 معالق ديال السكر حبيبات، والسكر على حساب الذوق، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. انا 2 معالق تجيني هي هذيك. صافي كنضيفوا واحد الكاس كبير ديال عصير ديال البرتقال يكون مصفي، من كاس كبير حتى لكاس ونص، راه ماشي مشكل واخا تزيدوا النص حقاش باش تجيكم طبقه عاليه شويه. صافي كنحركوا على البارد مزيان حتى كيتحيدوا ديك الكويرات اللي كيكونوا في النشا. نحركوها بالفويه هكا مزيان. كما كتشوفوا درتها فوق النار على عافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد الكريمه. ملي كتعقد اخر حاجه كنضيفوا ليها واحد الساشي ديال فاني الزهر. هذا كيبقى اختيار ديالكم، تقدروا تنسموا بقشور ديال البرتقال، ولكن هاد الساشي كتعطيها واحد المذاق زوين. صافي من بعد ما عقدت كما قلت لكم اخر حاجه كنضيفوا ديك الساشي خارج النار. كما كتشوفوا دابا الكيكه من بعد ما طابت كتحمرات شويه من الفوق، ما تخليوهاش حتى تنشف. كنقلبوها وكما كتشوفوا ديك الحفيره كنديروا فيها الكريمه ديال البرتقال. كيكه سهله وكتوجد بسرعه. صافي كنبسطوها، كديروها مباشره واخا هي سخونه حقاش محده خفيفه باش كتسيح على ديك الحفره، باش ملي ندخلوها للثلاجه كتشد راسها. كنوزعوا بواحد معلقه على حساب داك الحفره كامله. كما قلت لكم راه تقدروا تضيفوا الليمون، عصير الليمون اكثر من كاس ونص. دابا نحطوها في الثلاجه تبرد. هذه خصها تبرد مزيان الكريمه، وتزيين راه ما زينتش خليتها هكاك، راه هي مزينه راسها. تزيين عندكم الاختيار، تقدروا تزينوا باللوز ايفيلي في الجوانب ولا ديروا طرونشات ديال البرتقال كتذكر بان ديال الكريمه ديال البرتقال. انا خليتها كما قلت لكم سامبل
بحال هكا. نقطعو الظرف باش تشوفوا كيفاش كتجي. هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا راه ساهله، كتجي خفيفه بزاف وبارده. كنأكد على هاد الجينواز ما تخليوهاش تفوت القياس في الفران، راه كتنشف ما كتجيش هشيشه بزاف. خليوها حتى شويه وخرجوها حتى يبانوا لكم ديك الجوانب شويه بداو يتحمروا. صافي يشعلوا عليهم الفوق تشد ديك اللون الذهبي وخرجوها. صافي كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يعجبكم وبالصحه والراحه.